يعني ايه اسهم ويعني ايه سندات وايه الفرق بينهم؟ تعرف الفرق؟ تابع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة جديدة في قناتنا حدوتة اقتصاد بعنوان الفرق بين الأسهم والسندات. في الأول أتمنى دعمكم، قربنا نوصل لعدد مشاهدات 1000 مشاهدة وحوالي 20 مشترك. عايزين نوصل مع بعض ل1000 مشترك عشان تشوفوا المحتوى اللي يليق بحضراتكم. نبدأ في موضوع يعني ايه سهم. بكل بساطة هو ورقة مالية عبارة عن حق ملكية من خلاله نسبة معينة من حق الشركة سواء في حالة الربح أو الخسارة، وعشان كده التداول في الأسهم بيكون فيه نسبة مخاطرة والربح مش مضمون، بس الدارج إن كل ما المخاطرة بتزيد الربح بيزيد. فمعنى كده إن أرباح الأسهم غالبا أو توقعات الأرباح تكون أكبر من السندات، وده بسبب زيادة المخاطرة. المهم خليك عارف بس إن السهم حق ملكية، يعني أنت بتكون زي الشريك على حسب نسبة الأسهم بتاعتك. ننتقل للسندات. ايه هي السندات؟ هي ورقة مالية بتكون انت دائن بيها لشركة معينة بالمبلغ اللي انت اديتهولها، وبيكون العائد من السندات مش أرباح ولكن فوائد، ونسبة المخاطرة في السندات تكاد تكون معدومة إلا في حالة إفلاس الشركة أو عدم قدرتها إنها تدفع الفوائد، وفي الحالة دي بتكون غلطتك أنت عشانك طلعت فلوس من غير دراسة جدوى. برضو أهم حاجة وخليك حاطط في دماغك إنها أداة دين. بس كده، ده تعريف بسيط وشرح مختصر لمعنى الأسهم والسندات. ندخل على آخر جزء في حلقتنا. لو أنت فاتح شركة ومحتاج سيولة تعمل إيه؟ أقول لك أنا. لو أنت مؤمن بفكرتك وعامل دراسة جدوتك ومظبط الدنيا فكرة في السيولة بس، انصحك تطرح سندات. لكن لو انت عندك تعثرات وعايز تخلي حد يشيل معاك شوية، او في حالة شركتك كبيرة ومحتاج سيولة دايما، فالافيد لك الاسهم وتحتفظ مثلا بجزء ما يقلش عن 50%. يبقى تابع ليك انت. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناة. تبقى عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. والى اللقاء في حلقة جاية يا صديقي.